آخر أخبار الأهلي اليوم. بس ما تنساش تصلي على النبي. لما رحنا إفريقيا في ناس كانت متوقعة نرجع بدري، لكن إحنا رحنا أول يوم ورجعنا آخر يوم، وده بفضل الله ثم اجتهاد اتحاد الكرة والجهاز واللاعبين. مين أنسب لاعب يعوض غياب يوسف بالعمري؟ ما عنديش شك إنك راجل وعلى قدر المسؤولية، وهتلعب أفضل 3 مباريات في تاريخك. قدها يا كوكا، قدها. كان نفسي أقول غيابه هيأثر، بس هو من يوم ما جه ما عملش ولا أسيست ولا حتى جاب جون. محمود حسن تريزيجيه الأفضل في أفريقيا لحد دلوقتي، ومتصدر الأعلى تقييما في دوري أبطال أفريقيا وهداف البطولة. الأهلي يستقر على تولي عصام سراج الدين منصب مدير التعاقدات. الأهلي يستقر على تشكيل لجنة كشافين تضم أنيس بوجلبان وأعضاء آخرين أجانب. الأهلي يستقر على إجراء تغيير شامل في قطاع الناشئين مع وجود ثنائي إدارة فنية أجنبي. الأهلي يستقر على إلغاء منصب المدير الرياضي بداية من الموسم المقبل. لجنة الحكام تجري تأهيل مكثف للحكام قبل جولات الحسم في الدوري المصري. حصل تحرك رسمي واستفسار من نادي جيرونا الإسباني. هل لو جيرونا حط 5 ملايين يورو على الترابيزة لضم مصطفى شوبير هيبقى في موافقة من الأهلي؟ شركة عقارات كبيرة هتكون راعي الدوري المصري وهتضخ 300 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون. يوفنتوس دخل السباق مع روما للفوز بخدمات محمد صلاح خلال الموسم المقبل. منتخبات بولندا والتشيك وروسيا مرشحون لمواجهة مصر في يونيو المقبل استعداداً للمونديال. مصدر من اتحاد الكرة ليه في الجول: نقترب من تعيين مدير فني برتغالي للاتحاد من أجل التخطيط للكرة المصرية. لجنة الحكام تتجه لتكليف محمد الغازي بإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز. علي جبر سيخوض موسمه الأخير مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري. عمر فايد الخيار الأول لتدعيم دفاع الفريق في الموسم المقبل. يسعى يستو روب لاستغلال الفترة الحالية لعلاج الأخطاء الفنية أبرزها الدفاعية وتراجع الأداء بالشوط الثاني وإهدار الفرص السهلة. فريدي وودمان إن يأتي محمد صلاح بنفسه ويطلب منك إن تبقى لوقت إضافي بعد التمرين كي يتدرب على التسديد عليك. هذا حرفياً حلم أي طفل. كورة بلس. السد القطري ينفي وجود أي مفاوضات مع الأهلي لضم روبرتو فيرمينو ويؤكد استمراره بعقد حتى 2027. الأهلي يقترب من ضم إبراهيم عادل مقابل $2 مليون، لكن اللاعب أجل قراره لنهاية مايو انتظاراً لعروض أوروبية. في النهاية ما تنساش تصلي على النبي.